طبعا كلنا بلا استثناء متابعين النقش اللي بيحصل الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا ما بين الحضري وزيزو. بس مبدئيا كده وقبل ما اتكلم في اي حاجة، انا كراجل زملكاوي لا ده يخصني ولا ده يلزمني. ليه بقى يا باشا؟ لان فيهم واحد بعد ما رجع من رحلة احتراف فاشلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكان وارد جدا يبطل كورة وما نسمعش عنه في طبق اليوم، انا خدته نظفته وظهرته وبقى مكسر الدنيا وبقى يروح منتخب مصر واهم لعيب في مصر. وبعد كل دوت نكر خيري ونسي فضلي عليه وراح المنافس التقليدي بتاعي وبعني، فما يلزمنيش. اما التاني قال لك انا ندمان على الفتره اللي لعبتها في الزمالك، فبرضه ولا يلزمني ولا يخصني ولا هاخد صف حد عن حد، انا بس هتفرج واضحك. كل ده ما يخصنيش. وبرضه ما يخصنيش ان جماهير الاهلي كلها بلا استثناء واخده صف زيزو وبتهاجم الحضري ومطلعاه مسرح. ما يخصنيش. ده وارد جدا وطبيعي، لان زيزو حاليا بيلعب في الاهلي، زيزو لابس تيشيرت الاهلي، زيزو ده الصفقه التاريخيه اللي خدتها من المنافس، ده اغلى عقد لاعب مصري في التاريخ، فلازم اسنده وادعمه وادافع عنه حتى لو انا عارف انه بالونه، حتى لو انا عارف انه ارقامه اقل من ارقام المدافعين، حتى لو انا عارف انه لسه ما عملش مع الاهلي 1%، هدافع عنه وهسنده. ده بيلعب عندي ولابس التيشيرت بتاعي. كل ده ما يخصنيش ولا ليه دعوه بيه.